معانا فزورة رياضية. الشاطر اللي هيكون عارفها: من هو الشخص الذي يحتفل بعيد ميلاده كل 4 سنوات؟ طبعا اللي هيكون شاطر في الرياضة هيكون عارف الإجابة، لأن ده سؤال بتاع رياضيات. عندنا الشخص اللي هو بيحتفل بعيد ميلاده هو الشخص المولود في يوم 29 فبراير، حيث أن شهر فبراير يأتي كل عام 28 يوم فقط كل 3 سنوات، ويأتي في العام الرابع 29 يوم، لأن عدد أيام العام هي أصلا 365 يوم وربع. لذلك بيتم تجميع ربع يوم من كل عام لمدة 3 سنوات، ويتم جمعه على الربع الرابع. خلاص، يعني بنجمع 4/4 ونحطهم يوم واحد في السنة الرابعة. يعني هذا اليوم زيادة في العام بيتم وضعه فين؟ في شهر فبراير كل 4 سنوات، ليأتي شهر فبراير 29 يوم كل 4 سنوات. ولو عايز تفهم أكتر، أنا عندي السنة بتبقى 365 يوم كل 3 سنوات، والسنة الرابعة بتبقى 366 يوم. بنجمع ربع من هنا وربع من هنا وربع من هنا على الربع الرابع ده، وبيتحط يوم زيادة. اليوم الزيادة دوت بنحطه في شهر فبراير. لذلك شهر فبراير كل 3 سنوات بيجي 28 يوم، في السنة الرابعة بيجي 29 يوم. لذلك أي واحد بيكون عنده مولود وبيروح يسجله، بيكون مولود يوم 29 فبراير بيروح يسجله، فالناس اللي هم قاعدين في السجل المدني بينصحوه إن هو يسجله يا يوم 1/3 يوم بعدها، أو يوم قبلها اللي هو يوم 28/2، علشان لو الولد اتسجل أو البنت اتسجلت يوم 29 فبراير هيحتفل بعيد ميلاده كل 4 سنوات. أتمنى تكون استفدتم من الفيديو. مع خالص تحياتي.